الكرام بقيادة البرازيلي السيد رافائيل كلاوس، يساعده كل من نايلتون أوليفييرا مساعد أول مساعد ثاني بفيلاكوا، حكم رابع لورا، والفار يتواجد في لامولينا. هذا هو السيد فلاديمير إيفيتش الذي يبدأ هذه المباراة مشاهدينا الكرام بخيارات فيها خالد عيسى في حراسة المرمى، في خط دفاع مامادو نيانغ، يحيى بن خالق، رامي ربيعة، رافائيل فيلا في وسط الملعب يتواجد راتنيك، عبد الكريم تراوري، بلاسيوس، وفي المقدمة كاكو كوجولابا وسفيان رحيمي بالقوة الضاربة في خط الهجوم للزعيم. بينما الجزيرة مشاهدينا الكرام الذي يبدأ هذه المباراة بعلي خصيب في حراسة المرمى، في خط دفاع يتواجد ميلوني، ويليام روتشا، خليفة الحمادي، ريتشارد أوكونور، وفي وسط الملعب نبيل فقير، النني، كوليبالي، وفي المقدمة سيمون بنزودي أوليفييرا. تاريخ طويل في عمر البطولات الأهم هنا في دولة الإمارات. العين مشاهدينا الكرام الذي يبحث عن تتويج بالثنائية بعد أن نجح في أن يحقق الدوري الذهبي بطلا لدوري أدنوك للمحترفين بدون خسارة، رقم ربما ليس بغريب على زعيم كرة الإمارات الذي تعود دائما بأن يحصد الأرقام ويحقق النجاحات. هذا هو السيد طبعا مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة، والذي قال قبل هذه المباراة واصفا هجوم العين بالماكينات، وقال قد تتعطل في النهائي ونأمل ذلك. بينما هنا جماهير الأمة العينوية التي حضرت بكل تأكيد إلى استاد محمد بن زايد هنا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفي المقابل طبعا جماهير الجزيرة التي تأمل بأن يتكرر ويتحقق ما تحقق في 2016 لما توج الجزيرة بطل على حساب العين. انطلاقة الآن جزراوية في الجهة اليسرى، محاولة للتقدم، الكرة العرضية في هذا المكان، لكن الكرة تبعد من الدفاع مرة أخرى. جزيرة يبدأ ضاغط في هذه المباراة، يبدأ باحثا عن هدف مبكر، الكرة ما زالت لكنها تبعد من جانب الدفاع. 4 دقائق مشاهدينا الكرام على بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول في النهائي الكبير هنا بين الجزيرة والعين. 4 دقائق مرت. أسرع هدف في النهايات سجل عيسى يوسف لاعب العميد النصراوي في مرمى الوصل طبعا في نهائي 85-86. كان الهدف الأسرع عبر تاريخ النهائيات. كرة في وسط الملعب.